بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أولادنا هم زينة حياتنا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهم أيضا أمانة في أعناقنا هنحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن في بعض الأسر بيكون رزقهم ونصيبهم من الأولاد من هذه الزينة هو ولد واحد فقط، سواء كان ذكر أو أنثى، وبالتالي بيكون جل اهتمام الأب والأم بينصب على هذا الولد، طبعا لأنه هو الولد الوحيد، وبالتالي بيقعوا في بعض الأخطاء التربوية بدون قصد منهم نتيجة للدلال الزائد أو للحماية الزائدة أو الخوف الشديد عليه أو تلبية كل طلباته. وعندما يقال ليهم أن يعني هذه الأمور غير تربوية ولا يليق أن هي تحدث مع الابن، فدائما يكون الرد هو الولد الوحيد، ليس عندي غيره. فالحقيقة الحلقة النهاردة هتكون عن الطفل الوحيد، من هو وما هي صفاته، ما هي الطرق التربوية الصحيحة اللي المفروض يتبعها الأب والأم في التعامل معاه. كل التفاصيل دي إن شاء الله تعالى هنعرفها مع ضيفتنا الدكتورة أميرة حسن، المستشار التربوي. أهلا ومرحبا يا دكتورة. أهلا وسهلا بك أستاذة ندى، وأنا سعيدة جدا إنه أتيحت لي فرصة نلتقي فيك في برنامج قوارير. أنا أسعد. فرصة طيبة وبرنامج شيق وحلقة إن شاء الله نسأل أن نكون ضيوف خفيفين. إن شاء الله. طبعا سيماهم على وجوههم، تكوني ضيفة خفيفة وذات علم كبير ما شاء الله على حضرتك. نقطة الطفل الوحيد، الحقيقة كتير من الآباء والأمهات بيقعوا في أخطاء تربوية كبيرة جدا في التعامل مع الطفل الوحيد، هنتكلم فيها مع حضرتك تباعا، ولكن خلينا الأول ندي تعريف كده، مين هو أصلا الطفل الوحيد وإيه أبرز صفاته؟ سؤال جميل أستاذة ندى. الصراحة يمكن كثير من الأخطاء اللي بتحدث لبعض الأسر، مجرد ما تسمع الطفل الوحيد بيفتكر أنه هو الطفل الوحيد فقط لكن من ناحية تربوية الطفل الوحيد له عدة مسميات. مثلا نبدأ أول، الطفل الوحيد المتعارف عليه أنه يكون الأسرة رزقت زي ما تفضلت أنه ربي يهب لي من يشاء الذكور ويهب لي من يشاء الإناث ويجعل من يشاء عقيمة. أحيانا نسيب هذه الأسرة الطفل الوحيد اللي ما يكون عنده أخوة في البيت. هذا الطفل إذا كان ذكر أو أنثى يكون عندهم الأسرة فقط الوالدين ينجبوا فقط طفل واحد، وما ربي ما رزقهم لأسباب عدة. قد يكون سبب صحي، سبب خطأ طبي وغيره. هذا النوع الأول. النوع الثاني اللي يكون الطفل الأول اللي ما في ما أنجبوا قبله. الطفل الأول في المرتبة عندنا في التربية مراكز الطفل، حتى من ناحية تربوية، من ناحية النفسية. يتأثر الطفل بمركزه الكبير. فالكبير ما في قبله طفل، فيعتبر هو الطفل الوحيد، هو أول حفيد وأول فرحة وأول بهجة للأسرة. لا، وله وضع كده ومكانة في الأسرة عند الجميع، حتى الأسرة الممتدة الجد والجدة وكل العيلة والقبيلة أحيانا كمان تقوم هذا النوع الثاني. النوع الثالث اللي يكون هو الطفل الوحيد عايش، الأسرة مثلا عايشة في دولة، في مهجر اللي في دولة غير دولتهم الأم، فيكون الأخوان الأكبر منه تزوج وخلاص. فيكون هو الطفل الوحيد رغم أنه عنده أخوة في الأصل. احنا بنسميه بالمصري آخر العنقود. فيكون هو لوحده وما حد معاه في البيت، أخوانه كلهم كل واحد خلاص. النوع الثالث اللي هو يكون طفل وحيد ذكر وأنثى وسط، مثلا بنت واحدة وسط أولاد، أو النوع أو تكون بنت واحدة وسط شباب. فتكون هي البنت هي الأميرة، هي الملكة، هي كل شيء بالضبط. وإذا كان هو الشاب الذكر ودي يمكن في مجتمعاتنا هو إذا كان رزقت الأسرة بالذكر سبحان الابن فتكون في اهتمام من نوع جداً آخر جدا، يصل مرحلة زي ما يقول تفرقة بيحصل نوع. طبعا في مشكلة، ده موضوع آخر كمان، إنه هو التفرقة بين الجنسين، الفروقات الفردية، الفرق أن التفرق ما بين الذكر والأنثى. فيكون تجد إنه هو طفل وحيد
وسط بنات، أيوة. أو بنتي واحدة وسط أولاد. هذا النوع الأول. النوع الرابع تقريبا. فيكون عندنا إحنا حالات كثيرة اللي إحنا نطلق عليها تربويا الطفل الوحيد. فهذه هي تقريبا هي مسميات أو تصنيفات الطفل الوحيد. هي طبعا لما بنيجي نذكر الطفل الوحيد زي ما حضرتك قلتي في الأول، كتير مننا بيعتقد إنه الطفل اللي ملوش أي إخوات اللي هو الطفل الوحيد. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن الطفل الوحيد اللي هو النوع الأول اللي ملوش إخوات خالص. تمام. إزاي الأب والأم يتقبلوا نفسيا إن هما ما عندهمش إلا الطفل ده، وأن الله سبحانه وتعالى قدر ليهم إن رزقهم من زينة الحياة الدنيا هو واحد بس؟ صراحة هي تعتبر يعني دي نقطة مركزية. يعني ليس في البرنامج فقط، لكن زي ما قلت لك يعني إحنا حتى في الناحية التربوية ناهيك عن طفل وحيد. نحن الشيء طبيعي مفترض الأم والأب الواحدة مقبلة على الزواج تهيأ، تكون مهيئة نفسيا ومعنويا، وتكون مهيئة من كل النواحي كيف تتقبل المولود الجديد. وينعكس يعني استعداد اللعب الدور الجديد وتقبل هذا الدور الجديد في المجتمع. يحتاج إنه الأم والأب الاثنين يعني يكون عندهم دور يهيئوا نفسهم للحياة الجديدة، للنمط جديد في المجتمع. أنا الآن أصبحت يعني جزء في المجتمع وكونت أسرة. فما بالك لو كان أنا الآن دور يعني يكون عندي يعني زي ما تقول يتعاظم الدور هنا. يعني فبدل ما كان دور طبيعي لحياة مثلا فيها أبناء كثر، أصبح الآن دور لطفل واحد فقط. كيف أنا أتقبل؟ يعني أنا أهيئ نفسي أولا. أساس هو اللي هي أنا أرضى بما يعني بما قسمه الله. هو الرضا أعلى مراتب الإيمان. يعني سبحان الله، كون أن أنا أرضى هذا نصيبي، يعني إنه رب أكرمني بطفل واحد أتقبل هذه النعمة، وإنه الله سبحانه وتعالى يعني خلاص حرم غيري مش معاه حتى، يعني بيتمنى الطفل اللي معايا ده هو محروم منه، فنحمد الله سبحانه وتعالى إن في طفل موجود. فأنا أقول لك قصة يا أستاذة ندى، في واحدة في مستشفى إنه حاولت حتى الحقن المجهري يعني يمكن أكثر من 5-6 عمليات. أيوة. وفي واحدة جنبها عندها بنت واحدة، فاللي جنبها اللي معاها بنت واحدة هي متأثرة ومتأزمة لأنه حصل لها إجهاد وفقدت الطفل الثاني. واللي معاها في نفس المستشفى تقول أنا نفسي الواحد اللي معك، نفس الواحد اللي معك. يعني أساس الدور اللي هو نهيئ أنفسنا أول الرضا، يكون أنا راضية. الشيء الثاني زي ما تفضلت أستاذة ندى، تربية الأبناء مسؤولية ومن الأمانات التي لا يجب خيانتها. أيوة. فكون أنا حتى الابن الواحد لا يعني أن أنا أترك له عنان. بالزبط. يعني يكون مسألة سايبة، لأنه أساس التربية هي الانضباط. أساس التربية هي الانضباط. فيكون دائما يعني نحن حتى ديننا يأمرنا بالرحمة يعني والرأفة، لكن في مواضع يجب فيه تكون الرحمة أكثر من الرأفة. فأنا أتقبل النقطة الثانية، أهيئ نفسي تربية مسؤولية. أنا أتحمل مسؤولية من كل الجوانب، يعني من كل النواحي، ما فقط في الجانب المادي ولا الجانب الروحي ولا المعنوي. أنا أخذ الطفل بكامله. بالضبط. فهي التهوية أو توزيع الأدوار. يعني أنا لابد أن أهيئ نفسي لهذا الدور كأب وكوالدين، أنه أتقبل هذا الشيء وهيئه بحيث أنه يكون قدوة لغيره يعني. بالضبط. طيب دكتورة أميرة، لما بيكون الطفل وحيد ملهوش إخوات، فبالتالي بنلاقي عندنا بعض الأخطاء التربوية اللي بيقع فيها الأب والأم، وخصوصا الأمهات. أكون صريحة معاكي لأن احنا مشاعرنا للأسف تتحكم فينا بطريقة كبيرة جدا. خليني أسرد معاكي بعض النقاط وهنتكلم فيها بشكل مفصل. مثلا الأم بتقول أخاف عليه جدا جدا من الموت، لو مات أنا مش هيكون عندي حد غيره. النقطة الثانية، لا أحرمه أبدا من أي شيء، فهو وحيد، أعطيه كل ما يتمنى، كل طلباته مجابة، يعني لا تسمعه كلمة لا، كلها مجابة. النقطة الأخيرة، أتدخل في كل تفاصيل حياته وقراراته، حتى اختياره الجامعي واختياره لشريكة حياته. طيب خلينا ناخد النقاط دي نقطة من البداية. أول حاجة، بخاف عليه جدا من الموت، أنا ما عنديش طفل غيره، ولو لا قدر الله توفاه الله أنا مش هقدر أخلف تاني. نقدر نرد عليها ازاي؟ بجانب تربوي نفسي صحيح، وازاي هي تقدر تتعامل مع ابنها انها مش يعني متحكمة فيه
ناقص انها تاخده تحطه في علبة وتقفل عليه صحيح. تمشي بيه. صحيح. هو يعني يمكن زي ما نفس هي النقاط اللي ذكرتيها أستاذة ندى، نحن نسمع نتداول. يعني أنا أتذكر حتى في يعني حتى البيئة المحيطة، يعني الأمهات نفس الكلمات نفس العبارات. أول نقطة يعني الله سبحانه وتعالى نحن نرجع للمرجعية الأساسية زي ما نحن ذكرت في البداية. كيف أتقبل الطفل بنفس المستوى ونفس درجة الإيمان ونفس الوعي ونفس الفهم اللي أنا تقبلته كونه طفل واحد. أرجع للمرجعية الأساسية اللي هي كمنهجي أنا في الحياة، إنه أنا لا أملك لنفسي لا ضرا ولا نفعا. يعني في النهاية أنا في النهاية مهما ولو كنت في بروج مشيدة، يعني سبحان الله، يعني الله هو خير الحافظين. هو يعني مهما نستودعهم الله سبحانه وتعالى. أيوة، يعني ديننا يأمرنا، يعني أنا مهما أنا ما حأكون أرحم من الله على ابني، ولا أنا أكون أكثر أحافظ عليه أكثر مما أنا يعني الوالدين هم يكونوا حماية بالنسبة له. هذه واحدة من الأخطاء التربوية اللي هي الحماية، اللي هي الخوف المرضي. نحن نسميه في التربية هو الخوف مرضي، وينتج عنه حقيقة يعني كثير يسبب هلاوس ويسبب كثير من التوهم، وأحيانا بتكون الأم عايشة في حالة قلق مستمر. يعني بيبقى يعني أنا أعرف بعض الأمهات يا دكتورة أميرة يعني كانت بتتكلم معايا بتقول أنا حياتي أصبحت كلها قلق وخوف. مجرد ما بينزل من البيت أنا كل التخيلات السيئة الصعبة المؤلمة بتيجي قدام عيني. خرج اتأخر يبقى عمل حادثة، يبقى جراله حاجة، يبقى فبالتالي هي عايشة تحت ضغط عصبي على طول. يعني حتى بتقول أنا مش عارفة أفرح بيه، كبر وبقى ما شاء الله راجل جميل بيدخل الجامعة، مش عارفة تتبسط بابنها. هي سبحان الله، شوف أي نعمة، يعني نحن النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى حبانا إياها أي كانت هذه النعمة، يعني لو نظرنا إليها من ناحية يعني هدوء وإيجابية ويعني سبحان الله، ولو استودعناها الله سبحانه. زي ما أنا بعرف في واحدة من أهلي أو أقارب عندها ابن واحدة، ابنها الوحيد يعني ابنها شاب تزوج وكون أسرة، يعني ما تتخيلي هي يعني لدرجة لو هو راجع من الدوام تكون هي في الدرج يعني منتظراه وصل وعنده أولاد وزوجة. دي نقطة مهمة أنا هكلم مع حضرتك فيها. هل فعلا تدخلها الشديد ممكن يبوظ حياته ويخلي زوجته تكون متضايقة ولا لا من التصرفات دي؟ كل شيء التوازن. التوازن هو أساس الصحة النفسية وأساس الصحة الاجتماعية، حتى حياتنا كلها مبنية على التوازن يا أستاذة ندى. يعني تعاقب الليل والنهار، يعني الأمور كلها الله سبحانه وتعالى ودعها بشكل يعني منسق، لكن نحن تعلقنا ده تعلق مرضي. بالضبط. احنا اصلا امه وسط، احنا امه المسلمين امه وسط. فيعني دايما لما نكون امورنا متوازنه وبالشكل ده احنا الاول هنرتاح واولادنا هيرتاحوا. طيب نناقش النقطتين اللي بعد كده هما مرتبطين ببعض. لا احرمه ابدا من اي شيء وكل طلباته مجابه، ودايما الرد لو حد وجه ليها لوم فتقول انا هعطي لمين كل اللي عندي، انا ما عنديش ابن غيره، فبالتالي كل ما املك له واحرمه ليه طالما في امكانيه، واحرمه ليه وهو الوحيد. صحيح. طبعا دي واحدة من اكبر مشاكل في التربيه اللي هي الدلال الزائد. انا بعتبرها كارثه. ايوه، هي تعتبر يعني واحدة من الكوارث في التربيه، اللي هي لانه عمليه مركبه. يعني مش عندنا حتى في جرائم، حتى في بعض الاشياء في الشرع يعني تعتبر جريمه الزنا مثل جريمه مركبه، لانه ينتج عنها جرائم اخرى او تنتج عنها مشاكل اخرى. الدلال لانه احنا نعتبره تربويا مركبه، لانه بتنتج عنها سلوكيات اخرى اللي هي اولا الطفل بيكون شخصيه اتكاليه. بيكون إنسان ضعيف الشخصية، عدم الثقة في النفس. يكون إنسان يعني بمعنى إنه عدم الإحساس بالمسؤولية ينتج عنه أشياء كثيرة جدا. يعني إنسان ما حيكون واثق من نفسه، ما حيقدم بالضبط، دايما ما يقدرش ياخد قرار بمفرده. لازم ماما تكون موجودة في حياتي هي اللي تاخد لي القرار أو بابا. أكيد هو حيكون اعتماد كامل. وهذه واحدة يعني ركزوا عليها في التربية، إنه واحدة من مشاكل التربية وتجعل الطفل معاق،
نحن عندنا إعاقات اجتماعية وإعاقات نفسية يعني. طبعا الإعاقات مش مجرد إعاقات بدنية بس، فقط. لا على لكن الإطلاق. فبتكون هي واحدة من الكوارث حقيقة في التربية، وهي مدمرة. يعني إنه الأم، أنا أعرف أخت يعني سبحان أستاذة ندى ما تتخيلي، هي بتأكل ابنها وهو في المرحلة الابتدائية، قولها سيبيه يخليه يعتمد على نفسه يعني. فتخيلي يعني هذا النوع من المفاهيم الخاطئة في التربية تعتبر واحدة من الأساليب الخاطئة في التربية، أن تجعل ابنك يكون يعتمد عليك اعتماد كامل، وجعلته شخصية يعني طمسنا شخصيته هويته كفرد يعني وذاته. فعلا دي نقطة مهمة جدا يا دكتورة اللي قلتيها، بنطمس شخصيته تماما. وده اللي بينعكس عليه قدام، وبيخلي بيجعل الأم إنها تتدخل في كل تفاصيل حياته. عايزين نناقش النقطة دي. من ضمن الأخطاء التربوية تدخل الأم بالذات في تفاصيل حياته. أنا عارفة أن بعض الأمهات بيشوفوني دلوقتي ممكن يزعلوا ويقولوا أنت يعني هتظلمي الأمهات، وإحنا لينا عذرنا، والمشاعر دي بتبقى غصب عننا ومجبورين عليها. بعض الأمهات اللي أنا أعرفهم بتقولي لا، أنا ما عنديش حرية الاختيار، إن أنا أعطيه حرية الاختيار حتى في لبسه. أنا بنزل معاه بختار له كل حاجة، لازم يبقى مظهره 10/10. فبقول لها ممكن يكون 10/10 من وجهة نظره، لا، من وجهة نظري أنا. لازم اختياره لشريكة حياته من وجهة نظري أنا أعرف إن كانت هي هتسعده ولا لا. ده ابني الوحيد، الجامعة دي هيكون مبسوط فيها ولا لا، وتركيزه. قلت لها انت كمان دخلتي في تركيزه؟ قالت لي ايوه، ما انا اللي بذاكر له طول السنين دي كلها، فبالتالي عارفة هو بيفكر ازاي. انا كنت قاعدة قدامها يا دكتورة بقول الله يكون في عون الولد ده. صح. فنقطة التدخل الرهيب في حياة الابن من الابن الوحيد من قبل الأم والأب دي ينتج عنها إيه، وإزاي نقدر نحلها أو نوقفها شوية؟ حقيقة أستاذة ندى بصراحة يعني أنت ذكرت نقطة هامة جدا إحنا نعتبرها في مراحل النمو. يعني الطفل بيمر في مراحل النمو بفترات معينة. مراحل النمو هي تغيير اكتسب فيها، يعني ما فقط نمو جسدي أو عضلات، لا، نمو نفسي، نمو اجتماعي، نمو الجانب العاطفي. الطفل تتشكل شخصيته من وقت الطفولة. الآن الطفل هو لما يبدأ يحبي أو يبدأ يعتمد على نفسه، يعني هل نحن تدخلنا، نحن علمناه كيف يعني يحبو أو كيف يتحرك؟ لا، هي بتبقى يعني هي مراحل طبيعية وهو بيمر بيها. ده دليل على أنه لو نحن نفهم الرسالة بصراحة يعني أنه الله سبحانه وتعالى زود هذا الطفل بمهارات بإمكانيات أنه يعتمد على نفسه، وفي كل مرحلة عنده اعتماد يعني بيكون بشكل بدرجة معينة. أنا الآن كأم أفهم أنه حتى لو كان طفل وحيد كل مرحلة عمرية أعطيه حقها، أخلي ابني يعتمد على نفسه. في وقت معين يعتمد هو على يعتمد هو يلبس بنفسه، يعتمد في يعني حتى أكرمك الله يعني حتى في قضاء الحاجة. في كل مرحلة عندها فترة معينة. دوري أنا لابد يبدأ أنا أفطمه انفصل عنه تدريجيا، بما نخلي ابني هو ينطلق، خلي يكون ذاته. أيوة. فأنا لما أترك المساحة لابني يعني كونت شخصيته، يعني أنا كده أشكل شخصية. يعني بصراحة هو للأسف يا أستاذة ندى نحن نظرتنا للابن ما هو الهدف أصلا من إنجاب الابن صراحة. يعني إحنا حنرجع للنقطة الأساسية، هل أنا أربي ابن حتى يكون ابن صالح في المجتمع، مسلم. يكون هو مسلم، يكون إنسان يعني امتداد بالنسبة لي أنا. ما ممكن أنا أخرج ابني بإعاقات ويكون كيف امتداد بالنسبة لي أنا. فالتدخل اللي هو المفرط واحدة من مشاكل التربية، واحدة من الأساليب الخاطئة في التربية. أنا أعطي لابني مجال أنه يعتمد على نفسه في كل مرحلة، يكون ذاته، أترك له المجال أنه يختار حتى يكون شخصية قوية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كيف أكون قوية وإنت اللي تختاري لي، إنت اللي تلبسي، إنت اللي تطعميني. بس يا دكتورة يعني من واقع التجارب اللي حوالينا، في بعض الأوقات لما كنت بتكلم مع بعض الأمهات اللي عندهم الابن الوحيد أو الابنة الوحيدة، يعني في وسط الحوار كده لما نتكلم مثلا إن الأمور دي ما ينفعش، ونفضل نتكلم في يعني تربويا، فجأة بلاقيها تبكي جدا جدا. فلما بسأل على سبب البكاء، طب أنت بتبكي ليه؟
فدايما تقول ان مفيش حد ابدا حاسس بيا، حاسس بالمشاعر اللي جوايا، انا معذورة، محدش ملتمس ليا العذر. لو بدلنا الكراسي وانتي يا ندى جيتي قعدتي مكاني وما كانش عندك الا الابن ده، انا متأكدة ان انتي هتتصرفي نفس التصرفات اللي انا بعملها دي. هل فعلا يا دكتورة أميرة هما معذورين غصب عنهم، نلتمس ليهم العذر ونسيبهم يعملوا كده، ونقول يعني بكرة الابن لما مثلا يسافر أو يتجوز أو صحيح. يبتعد عنها فهي بالتالي هتقدر تتأقلم؟ يمكن السؤال أستاذة ندى، يمكن أذكر القصة اللي حكيت لك يعني. القصة اللي هي الأم اللي كان عندها طفل ابنها وحيد يعني، وتخيل هي يعني أصبحت تتدخل حتى في حياته الخاصة، لأنه أصبحت حياته جحيم. يعني هي الآن بتعلقها وبتدخلها الغير مرتب أو تدخل الغير تربوي مستمر يعني كمان. مستمرة، وكان ساكنة معاه في البيت يعني. تخيل تتدخل يعني حتى في كل تفاصيل الحياة الدقيقة، تخيل بشكل يومي. إحنا لو أنا قصة الأخت اللي ذكرت يعني إحنا نلعب اسمه لعب الأدوار. أول يعني فقد الشيء لا يعطيه. هي الأم إذا ما كانت هي تشعر بالأمان داخلي، الأمان تشعر به بوجود الابن وبدون وجود الابن. يعني أنا أشعر بالأمان وأشعر بأنه أنا يعني سبحان الله حياتي تستمر بوجود الابن وبعدم وجود. لأنه في النهاية أنا يعني في النهاية ابني ما راح أخذه معي، صح؟ التأكيد. يعني كلنا سنة الحياة إنه لا محال حياتي اليوم اللي واحد منهم حيترك يعني حيموت يعني أو يعني حياته تنقضي. فيبقى إنه أنا فهم الصحيح، ما هي هذه واحدة من من أركان الإيمان. الإيمان بالقضاء خيره وشره. إنه في النهاية أنا مؤمنة تماما إنه إذا كنت أنا كأم عندي هذا الإحساس الداخلي، هذه النظرة، لأنه إذا كنت أنا أعيش في قلق، أعيش في عدم استقرار، أعيش في حالة من الوساوس، وإنه متعلقة بابني وإنه سعادتي كل ابني، طيب يعني فحيكون ده إشكالية له أثر نفسي سيء جدا فهي تكون عليه. أنا يعني يمكن الرسالة للأخوات اللي نحن نكون أطباء نفس ناخد الرسالة من حضرتك نختم بيها، رسالة للأخوات والإخوة اللي عندهم طفل طيب. وحيد، ونصائح ليهم لكيفية التعامل الصحيح التربوي معهم. طيب يمكن مع الرسالة أنا أدمج شيء واحد اللي هو أول الطفل الوحيد من صفاته حساس جدا ومرهف الإحساس ودائما يشعر بعدم الأمان. فإذا كنت أنت كأم، إذا الطفل هو نفسه عنده شعور بعدم الأمان لعدم وجود الإخوة، لأنه أنا في أخواتي في البيت أرجع لو عنده مشكلة أحكي مع أخواتي بالضبط. فبالنسبة لي أنا سند اجتماعي. فالطفل الوحيد يفتقد لهذا السند الاجتماعي، هو في حالة غلق، حالة عدم استقرار نفسي، حالة الشعور بالوحدة. إذا كنت أنا أزيد هذا الشعور فأنا أكون يعني جعلت ابني يعني يكون تتفاقم المشكلة أكثر فأكثر. فيكون الاستقرار، الجو الهادئ في البيت، شعوري بالأمان، أكون داعمة بالنسبة له، إنه أشعر إنه الحياة هكذا نتقبل ما أراد الله لنا. فأنا نصيحتي يعني بصراحة للأخوات، أنت هي الجو الاجتماعي، الجو النفسي في البيت يكون هادئ، تتقبل هذه الوضعية، وفي كل مرحلة يعني تعطي معلومات لابنك على حسب عمره. يعني أحيانا ممكن في أسئلة كثير، ليه أنا وحيد، أنا ما عندي أخوة، بالضبط. ليش الجيران عندهم أخوان، أيوه. ليش ابن خالتي ابن عمتي. فيعني نحن نعطي المعلومة على قد السن وعلى قد مرحلة العمر والنضج العمري. أملك لابني معلومات إن ابني هذا قضاء الله وقدره، إن إحنا نفرح أنت وحيد والآن يعني شوف من حولك وأهلك ملبين احتياجاتك وطلباتك. فيبدأ أنا لابد أن أقرص في ابني وأتحمل هذه المسؤولية من ناحية إيجابية، أربيه تربية الشخص القوي، حتى يعني يوم ما هو يعتمد على نفسه. فأنا أكون بطريقة غير مباشرة أنا أصبحت سند له. فبدل ما أكون أنا هادمة لشخصيته أو سبب في فشل يعني حياته، أكون أنا الداعم والسند له. في نقطة ثانية كمان أستاذة ندى، يعني إن هي قضية حتى الأسرة الممتدة، أحيانا الطفل يرتكب بعض الأخطاء،
على أساس أنه هو مدلل، هو أوامر وهم بيدافعوا منفذة. عنه. لو يعني يخبط حد يقول بطل أنت ممتاز، شوف عمل إيه. يعني إحنا بطريقة غير مباشرة يعني بصراحة بنرتكب أخطاء في حق الطفل، وحنسأل عليه عن أمام هنسأل الناس عليه أمام بعدين. الله سبحانه وتعالى. وممكن في بعض الأوقات نخرج للمجتمع أطفال أنانيين، أطفال لا صحيح. يحترموا الآخرين، أطفال منطويين. فبالتالي لازم ناخد بالنا كويس جدا من طريقة التعامل مع الابن الوحيد. في النهاية بشكر حضرتك الدكتورة أميرة حسن المستشار التربوي على وجودكم معنا، ونفع الله بكم وبعلمكم، وإن شاء الله يكون لنا لقاء متجدد في حلقات أخرى بإذن الله. أشكرك أستاذة ندى، بصراحة استمتعت يعني، أنا أكتر، والموضوع وأكيد طويل وكبير جدا. بالظبط، أشكرك ومحتاج يعني. حلقات أخرى كمان. الله يسعدك، شكرا وأنا جزيلا. سعيدة جدا، وأشكرك على يعني استضفتيني في هذه الحلقة، شكرا ونفع جزيلا. الله بك، امين يا وإن رب شاء الله العالمين. جزاكم الله بارك كل الله خير. وجزاك. والشكر موصول لكل متابعين قناة سلام وكل متابعين برنامج قوارير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أولادنا جميعا ويعيننا على تربيتهم التربية التي ترضيه وترضي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من قوارير. السلام عليكم.